الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأطهران على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد إن تجمع أهل الشام في الريف الشمالي لمدينة حمص يشكر هيئة الشام الإسلامية على مشروع الخير، مشروع المؤاخاة الخاص بالسلع الغذائية، والتي خصصت جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا عنا وعن المسلمين مبلغ 25,000 ريال سعودي أدخل الفرحة على أكثر من 3,000 منزل من السلع الغذائية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا وأن يسدد خطاهم وأن يكون خيرهم عام على هذا البلد وعلى جميع المسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قامت كاميرا تجمع أهل الشام في ريف حمص الشمالي برصد حالة من الحالات المأساوية التي قام بها النظام الغاشم. شو اسم كريم؟ حياة نبهة. نتعرف على الأخت تحكي لنا على الوضع المأساوي. والله حالتنا شايف شلونها، يعني لا حليب للأطفال، لا غطاء للشباب، ولادنا مشتتين كمان، استشفى 2 مغرب بالمكرمية. وحالتنا حالي لك تطلع شوفت عينك يعني. منين انت يا حجي؟ من دير بعلبي. من دير بعلبي؟ نعم. شو صار لك قاعده هون؟ صرنا سنة. الله يفرج يا رب. تفضل يا حجي. تفضل يا حجي. يسلموا ايديكم، الله يقويكم يا رب. نشكر هيئة الشام بدعمها لريف حمص الشمالي.